السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في قناة محمد بن الحمر، ومرحبا بالجميع الجالية المغربية المقيمة في أوروبا وجميع أخوتنا في جميع أنحاء العالم. تحية لكم جميعا. أول حاجة، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. حصريا غادي نديروه الحقيقة في دقيقة. يعني بزاف ديال مواقع التواصل الاجتماعي اللي كيبارطاجيو بعض الحويجات، وانا كيما كتعرفوني كمربي الدجاج، بغيت نحاول ما امكن باش ندير لكم واحد الفيديو، يعني باش الانسان يوعى شويه، وباش تكون حتى المصداقيه وتكون حتى المعقول في هذا القطاع ديال التربيه الدجاج، اللي بزاف اللي قواو النصابه في هذا الموضوع ديال التربيه الدجاج. بزاف اللي لاحظت في المواقع التواصل الاجتماعي وفي اليوتيوب كذلك، اللي تينصبوا على عباد الله وفاتوا الحقيقة، فاتوا الكذوب. يعني كاين شي كذوب اللي تيكون شوية، وكاين شي كذوب اللي تيكون فايت الكذوب ليه. كيما كنشوف بعض الفيديوهات اللي كيتنشروا في اليوتيوب، واحد تيقول لك الكتكوت ولا الدجاجة كتوصل 350 بيضة في السنة، والكتكوت كيوصل 80 درهم ديال الشهر. في ملك الله هاد الكتكوت اللي كيوصل 80 درهم، والدجاجة كتوصل 3 كيلو، والذكر تيوصل 5 كيلو، اللي تيقول الدجاجة كتوصل 3 كيلو ونص، ولا الفروج توصل 5 كيلو، يدير واحد الفيديو هكا باللايف ولا فيديو هكا على المباشر، ويجيب واحد الميزان الكترونيك ويشد الفلوس ويعبر ويورينا 5 كيلو بين قوسين، الا واحد السلاله اللي كاينه اللي كتوزن اللحم بزاف، مثلا بحال الدجاج اللي هو هجين، الكروازي اللي يقدر يوصل حتى 3 كيلو ونص حتى 4 كيلو ونص، 5 كيلو ما يوصلهاش. ما عدا داك الدجاج مارادونا اللي كنعرفوه دجاج ابيض، هو مارادونا يوزن 5 كيلو حتى ل 10 كيلو، بغض النظر على الديك الرومي اللي كيوزن 30 25 كيلو. وبالنسبه الدجاجه تيقول لك الدجاجه كتوصل ل 350 320 بيضه، ورينا هذا المعدل اللي كالكيليتي نتايا بان الدجاجه هذه عطات 350 320 بيضه في السنه. كيفاش تعبرتيها وكيفاش تقلبتيها وكيفاش تشديتي لها كورونا؟ انا باغي نعرف، ما يبقاوش ينصبوا على الناس. هاد الدومين هذا حنا حبيناه وخسرنا فيه فلوس، وزدنا طورنا هذا المشروع هذا باش نبارطاجيو مع خوتنا الحقيقه في دقيقه. الاخوان الاخوات اللي باغيين يبداو مشروع، حذاري ثم حذاري في هاد الدومين. كاين الناس اللي ما متقينش الله، وكاين الناس اللي باغيين يديروا البوز، كاين الناس اللي باغيين باغي يبينوا القاطع ديالهم بانه قاطع في المستوى. اول حاجه بين قوسين، شحال من واحد كيوصلني على السلاله الحره. اول حاجه بين قوسين، ما كايناش سلاله حره في المغرب، ما كايناش. كاينه سلاله نقيه اللي فيها مواصفات ديال الحره. الا عندك سلاله حره، ورينا واحد الورقه اللي كتبين لنا بان عندها واحد بيتيغري اللي جايه من اوروبا بالورقه ديالها، ولا واحد البيضه اللي جايه من اوروبا عندها ورقه ديوانه وعندها بيتيغري ديال البيضه شكون هي. ورغم ذلك السلاله الحره تتكون مزوره، ما عدا الا خديتيها من واحد المصدر معين، وهذاك المصدر اللي تيكون في اوروبا تيكون اغري، يعني تيبيع البيض الملقح بواحد لا فاكتور طالعه بواحد الثمن باهظ جدا. وانتم كما كتعرفوا بان البيض راه كيجي عن طريق الديوانه، ما عدا الا جا كوتربوند. وهكذاك رغم ذلك تيبغيو يضحكوا على المتتبعين والمتتبعات، تيقول لك حنا كنجيبوا البيض من برا. ما كاينش اللي كيجيب البيض من برا، قليل على رؤوس الاصابع اللي كيجيبوا بيض من برا ومشتبه. يعني بحال بغيت نقول لك غير مفبرك باش كيبين ليكم بان راه هو عنده سلاله حره، وراه هو كيجيب الدجاج من برا، وراه كيجيب البيض من برا. هذا كله غير خدعه، غير باش يبين البوز. انا نصيحتي للمتتبعين والمتتبعات الحقيقه في دقيقه، بان السلاله الحره، خديتي البيض ديال السلاله الحره، عول بان راك خاسر ديفيسيتير. وانا ما بغيتش نقول لكم بان هذا المشروع ديال الدجاج فاشل،
هذا المشروع ديال الدجاج فيه اموال باهظه وفيه واحد الراتب شهري باهظ ما نقدرش نقول لك. انما هاد تربيه الدجاج وتربيه الكسكوت و... وبيع البيض المخصب فيه الخير والخمير، يعني فيه الصرف اللي بغيت نقول لك، ولكن في اطار المعقول. اما الا جيتي غادي تنصب على عباد الله، راه غادي دير البوز وغتخدم وغدير، ولكن يا اخي ولا اختي راه ما غاديش يطول، ما غاديش يمشي في هذا المشروع في اتجاه صحيح، وضروري غادي يطلع وغادي نزل وحده وما غاعاودش يبان، وغادي يبان حيت غير جوج دراهم ديال البخور راه كتشوه السمعه ديال الواحد. اي تنقول لكم، فلهذا راه الخصوبه في السلاله النقيه، هما تيقولوا سلاله حره بان راه ما تيكونش واحد التخصيب اللي هو 100%. راه الا خديتي 100 ديال البيض من السلاله النقيه ولا كما تيقولوا هما سلاله حره، راه ما غاديش يخرج لك واحد النسبه ممتازه اللي غادي تاخذ 100 غتخرج لك واحد 80 ولا 85 ولا 90%. كون على يقين، كون على يقين اخي ولا اختي الكريمه بان خديتي 100 راه غتخرج لك واحد 35 ولا 40% ديال البيض، وزيدي على ذلك بان غتموت لك واحد 3 ولا 4% ديال هذاك الكتكوت اللي غيخرج لك. هذه من الجهه الثانيه. من الجهه الثالثه، الفلوس اللي تيقول لك 80 درهم 70 درهم 90 درهم، واخا 80 درهم 90 درهم كتكوت، ولا وصلت 3 شهور شحال غادي نبيعوه ب 1000 درهم؟ ولا عندنا العتوقه مثلا شحال نبيعوه ب 2000 درهم؟ ولا عندنا الدجاجه كتبيض واصله البيضه ولا كترشم غادي نبيعوه ب 2000 درهم؟ اتقوا الله يا عباد الله في هذا في خوتكم المغاربه اللي باغيين يديروا مشروع. حاولوا ديروا واحد الثمن اللي مناسب باش هذا القطاع نزيدوا فيه لقدام، وجاي المونديال باش نخدموا وباش نعطيو واحد الصوره زوينه للمغرب ديالنا الحبيب. بارك علينا من الشفره ومن السرقه ومن النصب. حيت اخي المبتدئ راه ملي كتقول واحد الجمله لواحد السيد اللي كيبيع كتكوت ولا كيبيع البيض مخصب، هو راه حتى تيهنزك عامل الكلام ديالك. الا عرفك كتدخل كتخرج يعرفك بان راك مبتدئ، تيضربك حتى كدور، تيبدا يبيع لك اللي صالحه واللي ما صالحاش، تعرفك مسكين مبتدئ. هنا فين كتقول بان المشروع دجاج فاشل، حيت انت ربك طاح راه من الخيمه خرج مايل. انت اول حاجه اخي المبتدئ خاصك تكون راسك وتعرف اشنو غدير واشنو باغي تصاوب واشنو باغي يعني تراسي الطريق ديالك اشنو باغي دير. عاد عيط لشي واحد اللي كيربي الدجاج، راه هنا كي غيصيدوك. بحال مثلا بزاف ديال الناس اللي كيتصلوا بيا انايا وراه غادي يقولوها في لي كومونتير، وانا كنتحدى شي واحد ينافقني. داكشي تنقول لكم ديال كتبوا لنا في لي كومونتير وخلينا في التعاليق ديالكم. شحال من واحد عاد يقول الحمر بغينا العتوقه اللي قريبه ترشم. شكون اخويا اللي غادي يبيعك العتوقه يضرب عليها تماره قريبه ترشم اللي غيصور البيضه 4 دراهم ولا 5 دراهم البيضه وغادي يبيعها لك نتايا؟ ما كاينش. غادي يبيعك العتوقه ولا يبيعك الدجاجه ضربت التماره مزيان وغادي يبيعك انت، غادي يقول لك راه غديها وما غتبيض لكش حتى غتبدل لوكر غتبدل هنايا، غادي يبقى يضحك عليك. وانت غادي الدجاجه ما غتبيض لكش، غتقول انت غنصبر 25 يوم حتى تقدم عندك يقول لك اخويا اسمح لي الدجاجه ديتيها شهر عاد باغي ترد ليا. ما ياخذش من عندك، ما ياخذش من عندك خويا ولا اختي. انا نصيحه ديالي الا كنتي غتبداي في هذا المشروع، شري كتكوت ديال النهار وربيه على يدك، ولا شريه ديال 21 يوم من واحد المصدر معين اللي عارفه السيد متقي الله اللي كيبين لك التلقيحات ديالك ديال نهار 3 ايام وديال نهار 7 ايام وديال 14 وديال 21 يوم وحتى ديال الرابيل ديال 30 يوم. هنا راه كاين بعض الاخوان اللي تيقول لك كنديروا ميكوبلازما، كنديروا الكومبورو، كنديروا نيوكاسل، كنديروا بزاف ديال خزعبيلات، راه ما غاديش يخسر على الفلوس ولا على الكتكوت، غيخسر عليه تقريبا واحد 350 ولا 450 درهم. وعاد كاين بعض الادويه اللي باهظه الثمن بلا ما نذكر الاسماء ديالهم حيت اليوتيوب وكاين هيئه ديال الاطباء تيمنعوا نقولوا اسماء ديال الادويه ولا نبارطاجيو الادويه. راه كاين بعض الفيديوهات اللي حيتهم من القناه ديالي، حيت كاين بعض القنوات اللي تعرضوا الضريبه ديال هاد الادويه اللي كيبارطاجيو معاهم. حيت الهيئه ديال الاطباء دعات واحد الشخص واتصل بيا قال لي دير الحمار كاع الفيديوهات ديال الادويه حاول ما امكن تحيدهم، راه فلان راه وقع له مشكل ما فكا الا مشقه الانفس. المهم فلهذا انا كنوصيكم الا بغيت تاخذ الفلوس خذهم واحد المصدر معين للناس اللي متقي الله. انا كدوري انا والناس راه غادي يقولوا لي بصح هادشي الحمار كديروا. انا راه ملي كيطلب لي شي واحد شي عدد ديال كسكوت 400 ولا 1500 راه كنحط البيض في الفقاصه وكنصيفط له فيديو. النهار اللي تيخرج الفلوس تندير فيديو وتنصيفطو ليه. نهار 3 ايام كندير له
الجلبه ديالو وكنصيفط له الفيديو نهار 7 ايام، كندير له فيديو هكا، كنبقى غادي معاه تدريجيا حتى نهار 21 يوم، وكندير له اخر جلبه وكنصيفطو له، ونهار 21 يوم كيجي الكتكوت ديالو كيديه هكا، باش تكون واحد المصداقيه وتيكون واحد المعقول، وكيكون واحد يعني واحد الوضوح بالنسبه اللي غيستافد من هذا الكتكوت. انا كنحاول ما امكن نحبب لكم هذا التربيه الدجاج اللي فيه الخير والخمير، اقسم لكم بالله اما كنخبي عليكم شي حاجه الا داكشي اللي كاينه تنقولوه لكم باش كنجي باش كندور. ما كاين لا لغه خشب، ما كاين لا تحرميت لا والو، انا عبد ربي هكا تزاديت وهكا خلاقيت، كنت زوين هكا، كنت خايب راني هكا. ولكن راه كاين بعض المتتبعين اللي كيبغيو يدخلوا من الترجم، تنعرفهم تنقول له انا ما مساليش نهضر معك خويا. الا كنتي بغيتي تاخذ شي فكره ولا باغي تاخذ شي معلومه، جيني نيشان السلام عليكم السلام بحمر اش كاين اش كاين اش كاين، ما تبقاش تقول لي كنتبعك وانا هادي وانا هادي وانا هادي، عاد ادخل في الموضوع نيشان. حيت راه بعض المرات كتعيط ليا وتنكون انا خدام كنعلف ولا كندير جلبه ولا كندير تلقيح وكنجبد التليفون نهضر معك، وانت كتكون اتي تروبوزي مريح معاك في القهوه ولا مريح في دارك داير كاش وكتفرج في شي فيلم وكتهضر معايا. انا راه تنكون ديك الساعه مشغول، انا عندي غير سبت وحد كنريح فيه، راه تنخدم لو ماكسيموم، راه كنخدم 4000%. راه شي داك الهضره ديال انافا راه هو اللي كندير انايا، راه ما كاين غير كور الطريقه المعلم، راه ما كيمشيش باش نريح، راه كنمشي كنضرب تماره. الا بغيت تهضر معايا غروسو مودو خير الكلام قل ودل، خويا السلام عليكم بخير الصحه والسلامه بخير الصحه لاباس الله يجازيك بخير، شنو بغيت شنو بغيت شنو بغيت نفيدك، نبقى معك حتى 4 ساعات 10 دقائق، ولكن باش تبقى تدور ليا على جنابي بحال هكذا تخرج بروندا وتستافد وتمشي بحالك، لا انا ما نبغيهاش. غير جيني نيشان غادي انا راه ما كنخبيش المعلومه، ما كنخبيش المعلومه. هاد القناه راه ما كاينش اللي كيعطيني النمره ديالو ديال التيمو، انا كنعطيها 0661 99 59 16. راه مرحبا بالجميع المتتبعين ديالي، نتوما راكم خوتي وانا خوكم، بلا بكم نتوما انا ما كنسوى الا والو. المهم حلقتنا ديال اليوم حلقه هي غادي نبارطاجي معكم واحد الفقاصه الرابعه ديال واحد اخ من النرويج، السي عبد اللطيف، تحيه لكم من هذا المنبر. هذا الاخ تواصل معنا وواحد القضيه اخرى اللي تقريبا واحد 80 حتى 85% اللي كنخدم مع الجاليه المغربيه اللي كيوضعوا فيا الثقه. حتى خوتنا المغاربه هنايا غير حاولوا ما امكن، الله يجازيكم بخير. الا باغي شي معلومه غير جيني نيشان ورانا غادي نعطيك. راه بعض المرات كتلقى النقشه دايزه كنعرف كنقول خويا بسلامه ما عنديش، واخا يكون فيها رزق تنقول لك ما عنديش، جيني نيشان وراه ما يخصك شي خير، راه نخصص لك حتى ساعتين ديال الهضره ما عنديش مشكل. انا راه كيعجبني نبارطاجي معك المواضيع ديال تربيه الدجاج، وكيعجبني حيت هذا المحتوى درتو ماشي عن فلوس ولا لا تسنس ولا باش نتخلص من اليوتيوب، درتو كنفرغ داكشي ما بجعبتي ليكم نتوما. انا راه واحد الحاجه تنخسر في واحد الحاجه وكنعاود نبدا في واحد الحاجه حتى كنعرفها بان مزيانه، اقسم لكم بالله وعواشر هذه حتى كنبارطاجيها معكم في المعقول. هادشي بغيت نقول لك. المهم الفقاصه عندنا ديال الساعه ديال 64 بيضه. الاخ طلب لينا 64 بيضه، وطلب لنا فقاصه، وطلب لينا واحد الترموسطه هي هذه، وطلب لينا لافراروج. بالمناسبه الاخوان انا في صدد ان شاء الله كنطور هذا المشروع ديال تربيه الدجاج ولا وازن فقاصات ولا وازن العنبر، يعني كوخ الدجاج. عندنا جميع اللوازم، عندنا فقاصات من صغير الحجم من 64 بيضه حتى 1000 بيضه بثمن جد مناسب والصح ديال بصح والمعقول. عندنا ترموستات، عندنا وكالات، عندنا شرابات، عندنا فونتيلاتور، عندنا الاكس ام 18، عندنا زد ال، عندنا هذا البروغرام اللي ولا جديد دابا تبارك الله اللهم بارك، عندنا حتى هذا توا ولا توا كاين هو تنخدموا به. هذا شنو الدور ديالو؟ وهو كيعبر الحراره داخل الكوري عندك في التحضير. هذا ملي كطلع الحراره 30 كيتفاوض دي لومب، بحكم هاد لي لومب هادو 250 واط، ملي كطلع الحراره 30 على حسب البروغرام اللي درتي. بالنسبه للكتكوت فهمتي يخرج في القصر حنا كنديروا له 34 كل اسبوع تنقصوا 2 درجات. المهم خوتي خواتاتي ما نطولش عليكم بزاف، نتمنى تكونوا في احسن حال، واي واحد خاصو شي حاجه يتواصل معنا على الهاتف 0661 69 59 16، راه فيه الو وفيه حتى الواتساب. تحياتي لكم جميعا، كنتم مع قناه الحمد بحيره، مع السلامه. نخليكم مع هذا الفاصل هذا. باغي تبدا المشروع ديالك في بيع البيض او الدجاج مع محمد بن الحمر، المزرعه اللي كتواجد في بني خيران، كنوفروا لكم جميع السلالات ديال الدجاج اللي كتقلبوا عليهم وباثمنه مناسبه.
وايضا كنوفروا لكم البيض وحتى الفقاصات بجوده عاليه باش تبداو بهم المشروع ديالكم، ونزيدك كنوفروا لكم حتى الكتاكيت وبالاعداد اللي بغيتوا، وكل هذا بافضل الاثمنه. يمكنكم زيارتنا في مدينه خريبكه او التواصل معنا الان عبر الرقم التالي 06 61 63 59 16. عدنا لكم والعوده احمد. بالنسبه للاخوان اللي كيسولوني على السلاله، الاخوان الله يجازيكم بخير، شحال من واحد تيعيط لي تيقول لي بغيت 10 من هنا و10 من هنا و10 من هنا. انا خويا راه ما كنبيعش السلاله حره. الا قلت لك عندي سلاله حره راه كنضحك عليك. انا عندي سلاله نقيه فيها المواصفات ديال النقيه، وعندي خليط سلالات. اشنو هاد الخليط اللي فيها؟ الخليط اللي عندنا فيه لوستالو، فيه جيرسي، فيه السوسكس، فيه ليجور، فيه بلايموتروك، فيه الامروك، فيه الدجاج الفرنسي، وفيه كذلك الاندلسي. هاد الدجاج هذا اللي هو دجاج فيه اللحم وفيه البيض. راه كيكذب عليك كذاب يقول لك الدجاجه كتوصل 350. شوف الدجاجه ما كتعداش 240 حتى ل 230 250 الى طلعت على حسب المناخ وعلى حسب البيئه اللي كتعيش فيها الدجاجه. الدجاجه الاخوان راه الا بغيتي تعطيك واحد البيضه، واحد البيض، واحد العدد كثير في السنه، يعني خصك تكون موفر له بزاف ديال الشروط. خاص يكون عندك واحد المسكن مريح في الصيف، الطقس فيه داخل بارد، المناخ كاين برا، كاين المرعى فيه بزاف ديال الاعشاب، فيه بزاف ديال البروتين. الدجاجه خص تعاونها بالبروتين، خاص يكون مؤهل لها، عندك واحد المؤهلات في العنبر، عندك مؤهلات في المسرح، عندك الفصه، عندك الدود، عندك المخوش. راه الدجاج راه تيبغي ياكل داكشي اللي كيبغي هو. اما ملي كتكون ساد عليه وكتعطيه داكشي اللي عندك انت، راه ما ضروري غيعطيك واحد 180 حتى 200 بيضه في السنه. راه كذاب كذاب يقول لك الدجاج كتعطيك. راه الدجاج في اوروبا راه يقدر يعطيه، حيت هذاك اوروبا عندهم العلف طايح مزيان، عنده الثمن طايح مزيان. يعطيه الزرع الكتان، كيعطيه يعني بزاف 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 ديال الحوايج. لا جينا ندخلوا في الديتاي ديال الاكل. عندهم واحد العلف مركب، راه هما عندهم الثمن طايح بزاف جدا، ماشي بحال المغرب. المغرب راه عندنا حنايا الزرع غالي، الشعير غالي، فارينه ولا القمح غالي، عندنا السكاليم ديال البيضه غالي، يعني كلشي غالي. راه حتى هو علاش الكتكوت يطلع علينا غالي والبيضه كتطلع غاليه، راه نظرا للظروف اللي كتعيش فيها المغرب، الجفاف. ولكن الحمد لله مع هذا الموسم ديال الشتاء ان شاء الله طاحت هذا الاسبوع ديالها، الحمد لله بلادنا زيانت و... وغادي لقدام، اللهم لك الحمد. المهم خوتي، راه هادشي اللي كاين، راه الحقيقه في دقيقه، وكنبغيكم بزاف. السلام عليكم.